ضيوفنا. في ظل استمرار القصف التركي على مناطق الشمال وشرق سوريا، فمن الطبيعي أن تلعب الأطراف السياسية دورا فعالا في الحل السياسي. كيف سيكون المشهد الكردي في ظل هذه التهديدات التي تعصف بالمنطقة؟ وما الجديد في المواقف الدولية تجاهها؟ كل هذه المحاور سأناقشها مع ضيفي عبد الصمد برو، سكرتير حزب الشعب الكردستاني سوريا. أهلا وسهلا بك. قلت في إحدى اللقاءات أن تركيا تعادي القضية الكردية وهي ضد أي كيان كردي على حدودها. هل وتيرة هذه التهديدات في تصاعد؟ وما النتائج الكارثية المتوقعة في حال نفذت تركيا تهديداتها على المدى البعيد؟ صحيح، تركيا خلال تاريخها الطويل وخاصة تاريخها الدموي مع المطالب الكردية والانتفاضات الكردية تاريخيا، هي لم تحاول بالمطلق حل القضية الكردية ضمن تركيا في الإطار السياسي السلمي، ودائما كانت تعتبرهم أتراك الجبال، وليس في داخل تركيا فقط، بل حتى أنها تنكر أي وجود أو اعتراف بالكرد وبالقضية الكردية في الأجزاء الأخرى. وتجربة ريفراندوم الاستفتاء الذي قاده الرئيس المناضل مسعود البرزاني، الاستفتاء في إقليم كردستان العراق على استقلال كردستان، تركيا كانت من أشد الدول معارضة لهذا الاستفتاء. في الآونة الأخيرة سمعنا تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي قال لا وجود لكردستان لا داخل تركيا ولا خارجها، ولا أعترف بحكومة إقليم كردستان. هذه التصريحات الخطيرة والممارسات هي التي توحي وبالواقع العملي بأن تركيا بالضبط من أي كيان كردي أينما وجد، وهذا يثير خلافات كثيرة جدا. هذا الإنكار للواقع التاريخي والجغرافي لشعب عريق وأصيل في المنطقة رغم وجود العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الحكومة التركية وإقليم كردستان. طبعا كل هذه الممارسات والسياسات والمواقف في الجانب الآخر لا تبرر لبيدة بأن توفر الذرائع والمبررات لتركيا وأطماعها التوسعية، وخاصة ضد الحركة الكردية في كردستان سوريا، وذلك برفع الشعارات التي تمجد بككا وصور زعيم بككا السيد أوجلان، وهذه المبررات التي تسعى إليها تركيا دائما. لذلك نعم، النتائج ستكون كارثية إذا تلقت تركيا أي ضوء أخضر سواء من روسيا أو من أمريكا، كما حصل في عفرين وغريسبي وسريغاني بعد الاحتلال التركي لهذه المناطق الكردستانية، والسياسات التي مورست هناك من نفي وتهجير وتوطين بهدف التغيير الديموغرافي، وحتى الانتهاكات والمجازر التي ارتقت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك من المتوقع هذه الأطماع التركية التي هي تتعدى أحيانا حتى مسألة كردستان والحدود الكردية. القيادة العامة لقسد في اجتماعها الدوري قالت أن التهديدات التركية مستمرة واستفزازاتها على طول الحدود واضحة، ولا بد من زيادة الأنشطة العسكرية وعدم السماح لها بضرب استقرار المنطقة. على ماذا تعول قسد في حماية المنطقة من هذه التهديدات؟ بقناعتي الخيار ليس بالاستعدادات العسكرية، لأنه لا يوجد هناك توازن قوى ولا تكافؤ في مواجهة دولة هي الثانية من حيث القوة العسكرية في حلف الناتو. لذلك التهديدات موجودة
أولا هذه المبررات التي ذكرناها يجب أن تنفى. إضافة إلى ذلك على قيادة وقوات قسد أن تعود إلى حاضنتها الشعبية والكردية وتمتين العلاقة مع الدول التي ذات التأثير تعرفهم بعدالة القضية الكردية ومع المكونات الأخرى في هذه المنطقة، وبالتشاور مع القوى الكردية والكردستانية الموجودة. هذه هي الضمانات التي يجب أن تقف حدا في وجه التهديدات التركية. التهديدات التركية موجودة ليس في المناطق الكردية، حتى في المناطق العربية التي يوجد فيها التركمان. لذلك الابتعاد عن هذه المبررات والعودة إلى الحاضنة الكردية وتفعيل الحوار الكردي المبادرة التي أطلقها السيد مظلوم كوباني وبرعاية وضمان أمريكية، هذه أفضل الوسائل التي يجب على بيدة وقسد اللجوء إليها. إلى أين وصلتم في الحوار الكردي الكردي؟ الحوار الكردي يعني خطى خطوات إيجابية وملموسة. في الآونة الأخيرة توقف هذا الحوار للأسف، خاصة بهذا الفراغ الذي شكله غياب الراعي الأمريكي، واستغل هذا الغياب خاصة من قبل الممارسات التي ظهرت أخيرا ضد المجلس الوطني الكردي وأحزابه، والعودة إلى الشعارات ومحاولة يعني عرقلة هذه الحوارات. نأمل أن يعود الوفد والوفد الأمريكي الراعي، والمجلس الوطني الكردي مستعد لاستئناف الحوار وإنجاحه. لو نتحدث عن الاستراتيجية التي سيعتمدها المجلس الوطني الكردي في سياساته في المناطق الكردية في ظل التغييرات الكبرى التي ربما تحدث في المنطقة، هل توضح لنا ما الجديد الذي سوف يقدمه المجلس؟ المجلس الوطني الكردي سياساته كانت واضحة منذ البداية على الصعيد السوري وعلى الصعيد الكردي الخاص، وهو إيجاد حل سياسي سلمي للمسألة السورية وللقضية الكردية في سوريا. ومنذ البداية كان هذا المشروع واضحا بالنسبة للمجلس الوطني الكردي. والمجلس الوطني الكردي انطلاقا من هذا المبدأ ومنذ انطلاق الثورة السورية التي تحولت إلى أزمة فيما بعد، كانت إلى جانب المعارضة، بل كانت معارضة لسياسات النظام منذ البداية قبل ولادة هذه المعارضات التي ظهرت أثناء الأزمة. وإضافة إلى ذلك حاولت كثيرا وهي تحاول إلى الآن الحفاظ على السلم الأهلي وتمتين العلاقة مع المكونة موجودة من الأخوة العرب في المنطقة، وكذلك السريان والعثوريين وكل المكونات الموجودة. وهي أيضا من خلال المعارضة في كل المحافل الدولية تحاول وتسعى بإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية والاعتراف الدستوري في دستور سوريا الجديد بالقضية الكردية كقضية شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، وتعريف العالم من خلال هذه اللقاءات بعدالة القضية الكردية. وهي تسعى الآن جديا في هذا المسار، إضافة إلى أنها مع الحوار الكردي وتوحيد الموقف والسياسة الكردية، وخاصة برعاية وضمان أمريكية. ماذا عن هيئة التفاوض والائتلاف؟ هل ثمة تغييرات في موقف الائتلاف من القضية الكردية؟ الائتلاف أصبح جزء من المعارضة بعد أن كان الأساس في المعارضة الخارجية. ونحن وخطر المجلس الوطني الكردي هو جزء من هذا الائتلاف، وهناك وثيقة ربما تكون في الحد الأدنى بيننا وبين الائتلاف. الوجود الكردي في هيئة التفاوض وفي الائتلاف طبعا لا يتناسب مع حجم الكرد كقضية وكشعب وكعدد. لذلك الآن مواقف الائتلاف ليس على صعيد الموقف من القضية الكردية، حتى على الصعيد الوطني هناك تراجع في هذا الموقف.
باعتقادي نتيجة الوجود في تركيا والهيمنة التركية على سياسات الائتلاف. على الممثلين الكرد في الائتلاف وهيئة التفاوض الدفاع بقوة، خاصة مثل مجلس الوطن الكردي، عن القضية الكردية في المحافل الدولية، وبذل كل الجهود لتثبيتها في الدستور السوري الجديد وتعريف العالم وخاصة القوى الفاعلة والمؤثرة. باعتقادي في هذا المجال على المجلس إعادة النظر في سياساته وخاصة في وضعه التنظيمي وهو على أبواب مؤتمره، خاصة ما يتعلق بالحالة المؤسساتية وعودة القرار وكذلك بناء الجسور بينها وبين القوى الشعبية التي هي أصلا سبب ومبرر وجودها. لذلك يسعى المجلس من خلال ممثليه ومن خلال هذه المعارضة ومعترف به في المحافل الدولية لطرح القضية الكردية على كافة الأصعدة. تحدثت عن إعادة بناء تنظيم المجلس داخليا، هل هناك خلافات داخلية بينكم؟ ليس بمعنى الخلافات، إنما المجلس الوطني مؤتمر المجلس تأخر، ولذلك لا بد من عقد هذا المؤتمر وإعادة النظر في الحالة المؤسساتية وحالة التداول والقرار المجلس الداخلي والخصوصية، خصوصية الوضع الكردي في كردستان سوريا. كل هذا يتطلب إعادة النظر في المسائل التنظيمية، حتى مع طبعا احترام العمق الكردستاني وخاصة العلاقة المتينة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق برئاسة السيد مسعود بارزاني. لذلك لا بد من إعادة النظر حتى على الصعيد السياسي إزاء التهديدات والمؤامرات التي تحاك، وعلى الصعيد التنظيمي بقناعتي. هل تعتقد أن المنطقة سوف تشهد تنشيط لخلايا داعش، وكيف تقرأ الموقف الأمريكي من حماية قسد ومكافحة التنظيمات الإرهابية؟ مكافحة التنظيمات الإرهابية هي أولوية أمريكية، ودائما أمريكا تصرح بذلك، وفي هذا المجال هي تعتمد على القوى الكردية وخاصة وقسد. بطبيعة الحال هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش في المنطقة، ودائما أمريكا تؤكد على استمرار وجودها وكذلك مساندتها لقوات قسد التي فعليا على الأرض، والبيشمركة في كردستان العراق قاتلوا إلى جانب التحالف ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الموجودة. ولذلك لا بد من اليقظة والحذر من هذا الأمر، وهذا يمكن أحد الأسباب التي تستدعي وجود أمريكا إلى جانب المسائل الأخرى في هذه المنطقة التي تسمى بشمال شرق سوريا، شرق الفرات. تؤكد القيادة العامة لقسد أن دمشق غير جاهزة لأي تسوية سياسية في سوريا، بل وتستغل التهديدات التركية لصالحها. برأيك لماذا دمشق غير جاهزة للتفاوض، ولماذا تفشل الحوارات بين الأطراف؟ دمشق أصلا دائما تساهم في فشل الحوارات حتى على الصعيد الأممي حتى. وآخر لقاء في اللجنة الدستورية موقف النظام كان واضحا عندما كان يدعي مسألة العروبة والجزء من الوطن العربي، وكل طرح خارج الإدارة المحلية يعتبر نزعة انفصالية وما إلى ذلك. هي على الصعيد الأممي تعمل عكس القرارات الدولية وخاصة قرار 2254، وعلى الصعيد الداخلي هي دائما بهذا الموقف هي تساوم مع قسد ومسد، ولكنها لا تعترف لا بالإدارة الموجودة التي هل تطلب الحوارات هل واللقاءات الحاصلة بين مسد وقسد وبين الحكومة السورية برعاية روسية. هي لا تعترف لا بهذه الإدارة ولا بخصوصية قوات قسد في المناطق الكردية ولا حتى بهذه المناهج. روسيا تريد أن تعوم، هي التي تريد أن تعوم النظام، وخلال بروباغندا هذه التهديدات التركية تحاول أن تعيد سيطرة النظام على هذه المناطق. وهذه الحوارات من جانب منفرد هي واللقاءات موجودة بين ولم تنقطع قطعا بين النظام
وبين بيدة وقسد التي باعتقادي لن تصل إلى أي نتائج، لأنه خيال من يحاول النظام دون ضمانات دولية موجودة، وهذه الضمانات موجودة بالرعاية الدولية التي لا زال النظام حتى الآن يتهرب منها بدعم روسي وإيراني. ما الحلول برأيك لانفراج الأزمة السورية في ظل هذه المتغيرات والمصالح والتفاهمات بين الدول الكبرى؟ هذه الحلول هي هذه، لأنه سوريا أصبحت ساحة مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية والقوى الإرهابية المختلفة، ولذلك القرار السوري أصلا خرج من يد السوريين. الآن روسيا هي التي تتحكم بمصير النظام وتفاوض عنه، لذلك على المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة والمؤثرة في الشأن السوري ومن خلال القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 إلزام النظام بقبول المفاوضات. وهذه المفاوضات يعني حتى على الصعيد الدولي للأسف أصبح فيها تراجع، يعني بدل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات أو صياغة دستور جديد، الآن يتحدثون عن تعديلات دستورية، ومع ذلك النظام يتهرب. لا بد للمجتمع الدولي أن يبحث جديا ويضغط على النظام وخاصة الأمريكان والروس للامتثال للحل السياسي السلمي وإيجاد حل وفق القرارات الدولية للأزمة ولمعاناة السوريين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سيد عبد الصمد. شكرا جزيلا. شكرا. كان معنا سكرتير حزب الشعب الكردستاني سوريا عبد الصمد برو. إلى لقاءات جديدة، دمتم بخير.